تفرض غرامات مالية على المسافرين في المطارات ديال المغرب. لكن قبل الإخوة الأخوات شوفوا معنا هذا الفيديو اللي هو جد مهم وخطير، خطير جدا. الموضوع جد خطير الإخوان. الصور والفيديوهات اللي كيتصوروا من هذا المكان هذا كيتصيفطوا لواحد الشركة في أوروبا اللي مختصة في الأفلام الإباحية. وتصور انت الناس جات تقضي العطلة ديالها، جات تستمتع، سائحة أمريكية جات للمغرب باش تستمتع بالشمس ديال المغرب وبالطواجن ديال المغرب وبأتاي ديال المغرب وبالمهرجانات ديال المغرب. لكن ما عرفتش بان المغاربه مولوعين كذلك حتى بالافلام السينمائيه. سائحه امريكيه جات لمراكش، كرات واحد الشقه كانت موضوعه في واحد المنصه بلا ما نذكر الاسم ديالها، فكرات واحد الشقه باش تدوز فيها العطله في المغرب على ناس مغاربه، على رجال اعمال مغاربه. فدوزت نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، من بعد اكتشفت على انه امام الحمام مباشره فرينتي يعني انفصل الحمام كاين واحد الكادر صغير فيه واحد الكاميرا صغيره وفيه فين يوضعوا الكارت ميموار، ترخيطه ميموريا. لاحظت على ان هذاك الشيء جديد ما كانش في النهار الاول. اذا هاد الناس هادو دخلوا حتى كانت تما، ربما شافوها شي نهار خرجت فدخلوا وضعوا ديك الكاميرا. خطيره صاحبي امام الحمام. كتعرف منين الواحد ملي كيمشي للحمام راه كيحيد حوايجو. فالسيده ما تعطلتش مباشره لان هذا الشيء خطير. تواصلت مع الشرطه، جاو شافوا الكاميرا، شافوا قالوا بانما راه كاين شي حاجه هنا. عيطوا المدرجه لقاو عليه القبض. كاين تواصل مع شركات في اوروبا باش ينقلوا دوك التصاور ودوك الفيديوهات لهاد الشركات هادو. خطير جدا. وهذا الشيء كنقول لكم الاخوان دائما ملي تدخلوا لشي دار كاين ابليكاسيون، كاين باراتوس، ربما شوف اي تقبه اي طورنيو شكيت فيه شوف واش كاميرا ولا، لان الناس ما بقاتش كتخاف نهائيا. الناس بغات تخرج الفلوس من اي حاجه، من العرا ديالك، من انها تفضحك، من اي حاجه خصها غير تخرج الفلوس. والكبت كثر في المغرب، راكم شفتوا الكبت اللي كاين عندنا حنا في المغاربه كثر من دول اخرين، يعني زايد بزاف. قبل ما نمشيو للموضوع ديالنا بغيت منين وصلت لها القضيه ديال الكبت، فكنتضامنوا مع الولد البشير اللي تعداو عليه اكثر من 14 واحد. ولد في عمره 13 ولا 14 سنه مشى لواحد الموسم ديال مولاي عبد الله، هذا المسخ اللي باقي كيدور لنا في المغرب، فمشى فتعداو عليه هاد الهمج، هاد الحيوانات دوزوه من خيمه لخيمه. 14 واحد كيغتصب. باش تغتصب في ولد؟ ما عرفتش هاد الناس هادو واش عايشين معنا في الارض ولا منين كيخرجوا لنا هاد بنادم هادو. خنز ديال البشر. فكنضمنوا مع هاد الوليد ديالنا، نتمنوا العقاب وتكون اقصى عقوبه لهاد الناس هادو، مادام تعداو على البشر والا تعداو على ناس قبل منه، ربما بنيتات، ربما ضيعوهم في العراض ديالهم. بخصوص قضيه البشير بزاف هضروا وكنتمنى كلنا نهضروا حتى واحد ما يسكت. انا والله ما نعست البارح، اقسم بالله ما نعست. ما يمكنش بقيت كنتخيل درجه فقت معصبه، فايقه الصباح ماشي معصبه، فايقه مغدا كنقول واش حتى لهاد الدرجه بنادم ما فيهش الرحمه؟ واش حتى لهاد الدرجه بنادم كيتلذذ في تعذيب خوه؟ واش حتى لهاد الدرجه بنادم حكار؟ حنا حكاره وبلا ما تقولوا لي لا، وحنا حكاره في بزاف الحوايج. حقروه جاهم ساهل، يتيم ما عندوش الاب، مو مريضه، حقروه جاهم ساهل. واكثر كلمه بكاتني كيقول لهم انا راجل وداروها بيا. انت راجل البشير، انت راجل، هما اللي ماشي رجال، واللي ولدوهم ماشي رجال وماشي امهات.
كيتعطاش لاي ام. وقبل نتي ما تبغي تكوني ام ولا تفكري تكوني ام، فكري مزيان واش قاده تكوني ام، واش قاده تجيب واحد الطفل وتربيه وتحملي مسؤوليته وتخليه يخاف الله باش يخاف على عباده، وتربي لينا واحد الطفل سوي نفسيا. ما قاداش اختي. كاينين موانع الحمل حتى تعرفي راسك معامن، حتى تعرفي راسك انت واش قاده تكوني ام. ما تجيبيش لينا واحد الوحش ادمي شبعان عقد ومكبوتات نفسيه غير طلعها في واحد الشخص ولا واحد طفل بريء. الله يرضي عليكم. بارك دنيا عمرات بالوحوش وبالمجرمين، ما بقيناش قادين. يا تولديه تربيه يلا يعطيك العقر. نرجعوا للموضوع ديالنا الاخوان والاخوات. انا اللي ما فهمتش عباد الله، ما فهمتش هذه القضيه. واش حنا راحنا طالعين نركبوا في الطياره ولا غاديين للامتحان ديال البكالوريا؟ دابا انا بغيت نفهم، انا تتبع العالم كامل حتى لهنا كيقول لك لا. علاش؟ بغيت نفهم. راه داخله، راه ماشي داخله، راه فايشه داخله ليه. ها راه ها هي داخله. هادشي المسؤوليه كيبان لك انت خارج. ودابا هادشي هذا نخلص عليه 40. دابا ها هو دابا هادشي انا نخلص عليه 40 اورو. دابا صور سيدي بحال وشوف هادشي المصور اللي كاين لك. دابا هادشي نخلص علينا 400 درهم. علاش دوزت؟ ولكن علاش دوزت في العالم كامل وكنلقى مشكل في الرباط؟ راه انا مصور لك هادشي كامل حنا غير خدامين هنايا. خدامين سمحي لي، ولكن علاش ما حيدوش لي برشلونه جيت بها حتى لهنا؟ هو راه مشكل ديالكم لا. نتوما شركه انترناسيونال، نتوما شركه انترناسيونال. هادشي مسؤوليتنا هنايا. واش فهمتوا؟ انا بغيت نهرسها. المهم انا ما نخرجش منها. تلقاو معايا شي حد اولا عيطوا لي السوبيرفيسور ديالكم. 350 درهم على هذا. الشركه ديال ريانر قررت على انها تعمل للمغاربه، توضع المغاربه بحال انهم يعني اطفال غاديين للحضانه، فرضت عليهم سويق صغير وإلا زديتي عليه خلص عليه غرامه. واحد المسافر من المغرب بغى يخرج بالحقيبه ديالو، بغى يخرج يسافر يرجع لاوروبا، بنفس الحقيبه دخل بها للمغرب وما خلى بها مكان في اوروبا. كيتنقل من هنا لهنا، ما كاينش اللي يهضر معاه، حتى جاي يخرج من المطار من المغرب وهي تنزل عليه السائقه، سير خلص الغرامه، راه الحقيبه ديالك كبيره. السيد تصدم، قال له ما ودي هذه الحقيبه راه ما خليت بها مكان في اوروبا، راه ما خليت فيها مكان في اوروبا ودخلت بها. قالوا له اوروبا بوحدها والمغرب بوحده. هنا القانون ديال الريانر كيولي اكثر صرامه من الامتحان ديال البكالوريا الجهوي. هنا السؤال، واش السلطات المغربيه هي اللي كتشد هاد الناس ديال الريانر والموظفين تجبد لهم الودنين ديالهم وتقول لهم خدموا الصرامه مع هاد الناس هادو، ولا الشركه قالت هنا ما كاينش الذي يراقبها ندير شرع يدي؟ النتيجه وحده، المسافر كيتبهدل والفلوس كتمشي لجيب الشركه. تخيل معايا الشركه كتقطع لك ب 300 درهم، ولكن في نفس الوقت كتخلص عليك على حساب الماليطه 500 درهم. الماليطه كتمشي في الطياره اغلى منك انت. ما عرفتش انا واش الموظفين ديال الريانر اللي كاينين في المغرب العقليه ديالهم هكذا، انهم يخدموا الصرامه مع خوتهم ويبهدلوهم ويكرهوهم في البلاد ديالهم. بقالنا غير نرغبوا هاد الماليطه قبل ما نسافر. والله يجزيك بخير، رحنا غاديين مسافرين، خلينا نمشيو ونجيو بسلامه، ما خصنا حباسات، ما خصنا غرامات. وانتم الخوت كتبوا لي في التعليق واش وقع لكم نفس المشكل، وشني هو الحل مع هاد الشركه، واش نقاطعوها ولا نصبروا على بالها. ما تنساوناش باللايكات والبارطاج، وتحيه لكم.